نتوما كما كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفران. المهم هذا هو الشكل النهائي. معكم قناه الاختين تيفي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم كنافه حلوه، يعني كتجي ساهله، الطريقه ديالها سهله، يعني اي مبتدئه بحالي او بحال اي وحده ممكن ديرها. المهم غادي نحتاج ان شاء الله العبار ديال المول ديالكم على حسب المول، ما كتهزش بزاف ديال الكنافه، والكنافه متوفره دابا كاع في المتاجر التجاريه الكبرى ولا اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. المهم غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الكنافه. الا غديروا جوج ديال هاد بحال هاد المول، الا غديروا غير واحد بحالي غتحتاجوا غير النص ان شاء الله، حيتاش غادي نديروا الحشوه من الداخل. حتى هي الحشوه غادي تكون ساهله ان شاء الله، غادي نوريها لكم. المهم غادي نحتاجوا الكنافه، وغادي نحتاجوا جوج معالق ديال الزبده، من الافضل تكون زبده من نوع حيواني، وغادي نحتاجوا جوج معالق ديال الزيت. صافي غادي ناخذوا الكنافه، غادي نفتحها ان شاء الله، غادي نحطها في هذا الاناء وغادي نبسبسها بهذا الزيت. انا وضعت ديك الزبده وداك الزيت، غادي نبدا نبسبسها مزيان. ضروري خص تخلط مزيان، يعني نحاولوا هاد الزبده وهاد الزيت غادي ندخلوها في هاد الكنافه ديالنا. كما كتشوفوا هاد الكنافه كتجي هكا، يعني الكنافه هذه ديال برا الصراحه، ولكن ممكن تشريو حتى ديك الكنافه الاخرى اللي كتباع كيكونوا الخيوط ديالها طوال، حتى هي مزيانه، غير تكون رقيقه. كما كتشوفوا هذه دايره بحال الشعريه ديال السفه ديالنا، هذه هي اللي كيستعملوا الاتراك بزاف. صافي بحال هكا. المهم تنتاكد بان كاع دوك الحبيبات يعني يدخلهم الزبده والزيت. وكنقدم واحد التحيه كبيره لكاع الناس اللي كيتبعوني من داخل وخارج الوطن، وكنشكركم بزاف على المسانده ديالكم واللايكات ديالكم والاقتراحات اللي كتعطيوني. واخا الصراحه التفاعل ما كاينش، ولكن كاين شي وجوه غادي نستمر باذن الله. صافي بحال هكا. صافي وغادي ناخذ المول بحال هكا، نبقى نبرك عليها، نطلعها على الجوانب، نحاول نطلع الكنافه يعني نبرك عليها باش تاخذ الشكل ديال المول ديالنا. وما نساوش الجوانب عاديه، نص لتر ديال الحليب، 3 معالق ديال مايزينا، وجوج فرماجات مربعين ولا مثلثين. شوفوا انا وجدت ديك الكريمه ديالي اللي قلت لكم فيها نص لتر ديال الحليب، وفيها 3 المعالق مايزينا ما عامرينش مزيان، و3 المعالق ديال السكر، وضفت فيها جوج ديال فرماج مربع اولا مثلث اللي عندكم، اولا 3 كما بغيتو. صافي غادي نخوي هاد الكريمه فوق هاد الكنافه ديالنا. صافي بعد ما خويت ديك الكريمه ديالي، نحاول ما امكن ما نوصلهاش للجوانب، حيت مع السخونيه باقي غادي تطلق واحد شويه. صافي ونضيف ديك الكنافه، نضيفها من الفوق، يعني نغطي كاع هاد الكريمه خصها ما تبانش. نحاول ما امكن تجي فوقها مزيان. اللي بغات، انا باقي غندير ليها السيرو، اللي بغات دير معاها في الاول شويه ديال السكر كلاصي، يعني مع الكنافه في الاول من كنبسبسوها مع الزبده، ندير واحد معلقه كبيره ديال السكر كلاصي. صافي غادي نستمر نصايبها مزيان، نتلاقى معكم وندخلها الفران يكون على المهل حتى يذهب اللون ديالها، ونتلاقى بكم. المهم استعملت هنايا 2 كيسان ديال الماء ديال العنبه، وكاس ونص ديال السكر، وندير شويه ديال الفاني. صافي نديرو حتى المهم يذهب اللون ديالو ويعقد واحد شويه. صافي منين تخرج البسبوسه يكون السيرو عندنا واجد ويكون بارد. المهم واحد فيهم يكون بارد، اما البسبوسه واما السيرو. صافي ان شاء الله حتى تخرج ونسقيوها. ثم كما كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفران، المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها.
ما كترتش ليها بزاف ديال ديال الزواق، درت ليها غير شويه ديال مكسرات في الوسط. هانتوما كما كتشوفوا جات محمره، وجوز الهند على الجوانب، كتجي رائعه رائعه. كنتمنى منكم الدعم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.